السلام عليكم. اليوم جايبكم طريقة كيفية إعادة ضبط مصنع الجهاز الجالكسي التاب 3. نفوت من هنا الضبط، نجي على المزيد من راح أوريكم شلون. نجي هنا على النسخة الاحتياطية، مكتوب هنا إعادة ضبط بيانات المصنع. راح أجي أدوس عليها، راح أجي أدوس إعادة تعيين، وهنا مكتوب مسح الكل مثل ما تشاهدون. أضغط مسح الكل، راح يطفى الجهاز ويرجع يشتغل لي. كما تلاحظون سامسونج جالكسي تاب 3 راح يطفى ويرجع يشتغل. كما تلاحظون هو هذا الآرات يعني لإعادة التشغيل، راح يبقى قاعد ياخذ ضبط المصنع. هسه قاعد يشتغل، قاعد يشتغل الجهاز. طلع لي هاي سامسونج جالكسي ويلكم سكرين لانجوج. إذا أريد أسوي إنجليزي، إذا أريد أغير أدوس على اللغة العربية، أبحث يعني. والحمد لله كملت الفرمة بنجاح. زوروا قناتي على اليوتيوب مصمم الفوتوشوب تويتي هاكر. كان معكم على البرمجة والسامسونج صادق المسوي.